جنازة أمير الغناء العربي هاني شاكر. قبل أي حاجة، لو حزين على رحيل أسطورة الغناء العربي الراجل اللي قدام حضراتكم في الصورة ده، ضعوا لايك لهذا الفيديو ودعوا له بالرحمة في التعليقات. حضر الجنازة العديد من نجوم الفن والغناء، رجال وسيدات. حضر الجنازة المطرب محمد فؤاد، والمطرب تامر حسني، ومصطفى كامل، والملحن وليد سعد، والملحن عمرو مصطفى، والعديد من شعراء الأغاني الذين كتبوا للمطرب هاني شاكر، وحتى من لم يكتبوا له الأغاني حضروا أيضا. ويقال أن المطرب عمرو دياب سيحضر العزاء وليس الجنازة. هاني شاكر قبل ما يرحل قال: أنا عايز أسجل القرآن الكريم بصوتي وأعتزل الغناء. انتوا عارفين ليه مصر كلها زعلانة على الراجل ده يا جماعة؟ لأن الراجل ده آخر واحد من جيل الزمن الجميل. واحد هيجي يقول لي: طيب ما عمرو دياب موجود. مفيش وجه مقارنة بين عمرو دياب وهاني شاكر. هاني شاكر اللي مستغربين ليه مصر كلها زعلانة عليه، عبد الحليم حافظ بنفسه قال عليه إن صوته حلو. شوف بقى لما عبد الحليم حافظ يشكر في صوت مطرب. هاني شاكر الناس اللي من مواليد الثمانينات والتسعينات ذكرياتها كلها معاه. أي أغنية قديمة بنسمعها لهاني شاكر بنفتكر ذكريات كتير معاها. ده غير إنه كان إنسان متواضع وبسيط وروحه حلوة. يلا كلنا ندعي له بالرحمة في التعليقات. اللهم ارحم عبدك هاني شاكر واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين.